رحبوا معنا بهذا السيد هذا سميتو مصطفى بودرقه، هو النائب الاول لرئيس جماعه اكادير اللي هو السي عزيز اخنوش رئيس الحكومه المغربيه. هذا السيد هذا يتابع بتهم ثقيله منها خيانه الامانه والتزوير بعد ما رفع عليه احد المهاجرين المغاربه في سويسرا دعوه بالاستيلاء على المشروع ديالو في مير اللفت. دابا السؤال المطروح، واش رئيس الحكومه في راسو هذا الشيء؟ حيت الا كان في راسو كارثه ولا ما كان في راسو جوج الكوارث. فكيفاش بغيتو تشجعوا الاستثمار ديال مغاربه العالم وحنا عايشين مع مافيا مسؤولين دايرين ما بغاو وكيسطوا على الاملاك ديال الناس؟ وحتى اللي بغى يستمر هذا العبث ما دامت الدوله محتاجه الاستثمارات وحاطه ناس بحال هذا داير ما بغى. واش غادي تكون شي متابعه فعليه او لا فقط فيلم غادي ينسيوه مع الوقت وغيلقاو له تخريجه ويستافد من المشروع والسيد ضربو تراب؟ فسرقتوا اموال المواطن العادي ودابا كتسرقوا اموال المقيمين بالخارج. ايوا حتى لين هذا الشيء. ردي تحياتي للشعب المعتقل. شباب النيابه العامه، ها واحد البريكول زوين وسهل. هاد السيد هذا سميتو الضابط حجاج، خدام في المحكمه الاستئنافيه ديال الدار البيضاء. هذا سيدي لا شغل له سوى انه يبقى غادي جايبين الطوموبيل ديالو اللي كتكون في الباركينغ فين كيحطوا المحاميين الطوموبيلات، راه تما كيحط الطوموبيل ديالو حتى هو، كيبقى غادي جاي منها البيرويات ديال القضاة، كيوصل الامانه كيخبعها تما، كيخافوا لا تشد عندهم تجي شي لجنه على غفله ولا شي حاجه، والعشيه كيدوز كيفرق الامانه لمالها وكيدي الكوميسيون ديالو. ولكن الا بغيتو تاكدوا سيروا عافاكم لديك الكاميرات ديال المحكمه وتاكدوا علاش هذا السيد خيطيبيطي لطوموبيلته. قدو نقولوا تمشي لطوموبيلتك مره جوج ثلاثه ماشي نهار كامل. او دي تحياتي للشعب المعتقل وسط الفساد. هذه واحد الرساله للطاماجور ديال المغرب، القياده العامه ديال القوات المسلحه الملكيه. فكاين واحد الاشكال في القوات المسلحه ابتداء من 2021. الطلبات ديال المغادره او لي دوموند ليبراسيون اون اكسبلوزي، يعني تزادوا بواحد الشكل غير عادي. وكذلك موجه كبيره ديال لي دوسيي ميديكال اللي محطوطين. فشنو داروا بعض الناس داخل القياده هو انهم ولاو كيعطيو للناس سنتين حتى ل3 ديال السنوات ديال الانتظار قبل ما يديروا لهم، يعني قبل ما يقبلوا لهم دوموند ليبراسيون. ولكن السؤال اللي كيتطرح وهو علاش قبل ما يليبيروهم كيبدلوا لهم لو كور، بحال دابا اللي كان في الارتيوري كيصيفطوه لواحد لو كور واحد اخر قبل ما يليبيروه، لانهم عارفين باللي مول البلاد هو اللي كيسني على هاد لي دوموند وهو شخصيا اللي كيوافق على الليبراسيون ديال الناس ديال الجيش. واش هاد الشيء اللي كديروا باش ما تبينوش للملك على ان كاين بزاف ديال الناس كتغادر، او لا ما بغيتوش تبينوا له شنو هما الاسباب ديال المغادره، وعلاش بالضبط لاجيت الكور ديال لاجيت كيغادروا منه بزاف ديال الناس وكيدومونديو لي دوموند ليبراسيون كثار. حاجه اخرى مهمه بغيت نشير ليها هنايا هو علاش تعطى لوردر لي ميدسان الدكاتره النفسانيين باش اي حاجه جاتهم او لا اي ملف جاهم يعطيو الدواء للسيد ويرجعوه يخدم. ما بقيتوش كتعطيو الراحه، وهذا غادي ياثر بزاف على بزاف ديال الناس كما راه مأثر عليهم حاليا، وكاين بزاف ديال الناس كتشكى. وتحياتي للشعب المعتقل وسط الفساد. اخواني اخواتي، مساؤكم سعيد واهلا وسهلا بكم مره اخرى في منصه التحدي. اليوم جينا نهضروا على الامور التي آلت لها الاوضاع في المغرب، لانه ولات عندنا واحد الا قدرنا نقولوا واحد الطبقه من البشر لا يعتبرون شيئا، كيعتبروا هذا المواطن هذا بحال شي خماس عندهم يديروا به اللي بغاو، يصيفطوه للحبس فوقاش ما بغاو، يستغلوه كيف ما بغاو، يغليو عليه داكشي اللي بغاو، ويسيطروا على الممتلكات ديالو فوقاش ما بغاو، ويسيطروا كذلك على مقدرات البلد كيف ما بغاو. والحاله ديال اخنوش فهي وحده بزاف، لان ما خفي كان اعظم. اخنوش بعدا باين هو وصحابو جاو، والمشكله انهم ما جاوش من اوساط جيعانه، ماشي اغلبهم بغيت نقول جاو من اوساط جيعانه، ولكن هو اصلا جا رجل اعمال وعرفنا البدايات ديالو كيفاش كانت. هو راه كل الفضل يرجع الى البصري، هو اللي دار منه بنادم، حيت هو كان غير ولد واحد السيد عنده ستاسيون ديال ليسونس، جاتو فرصه مشى لكندا، قرا في شيربروك، رجع للمغرب،
مشى كيجري داكشي ديال العائله ديالو، ولكن داكشي كان بسيطا. هو المصدر ديال الثروه ديالو هي الثروه ديال الامهال الذي اجبر على ان يبيع له سوميبي. وطبعا أخنوش يعتبر من رجالة المخزن، من رجالة الدولة بشحال هادي، وهو كان تحت اليد ديال البصري، يعني البصري هو اللي ردو ما هو عليه اليوم. ولكن المشكلة هو أن الشعب المغربي ساهم في ازدياد الثروة وانفجار الثروة ديال هذا السيد هذا، لأنه سكت عليه بزاف وخلى العباد ديالو غادي وكيتزايد، وسمح له بأنه يسيطر على بزاف ديال المجالات أخرى بطرق ملعوب فيها قانونيا ولكن هي غير شرعية. فكيف يعقل واحد مسيطر على المحروقات، مسيطر على الأكسجين، مسيطر على تحلية المياه، مسيطر دابا بدا كيسيطر على المكتب الوطني للكهرباء لأنه هو المدير ديال مجلس الإدارة ديالو تقريبا، مرتو مسيطر على التكستيل، الاستثمارات ديالو غاديه في جميع الاتجاهات. هادشي غير اللي باين دابا، حنا كنهضروا على المجالات اللي باينه. يعلم الله شنو الاراضي اللي استولى عليها في هاد الولايه ديالو. والولايه ديالو خلال فاش كان وزير ديال الفلاحه، يعلم الله شنو دار في ديك الفلاحه، وشنو الاراضي الفلاحيه اللي سيطر عليها، وشنو كتب لولادو، وشنو كتب لعائلته، وشنو دا. مهم. وهذا ما يفسر مؤخرا التحاقه بالمحفل الماسوني البريطاني اللي فيه الفلاطحه ديال الماسونيه في العالم، يعني الناس اللي كتحكم في مصير دول هي اللي كاينه في هذا المحفل. حيت هو كان في المحفل الفرنسي مع الماسونيه الضباع، حيت المحفل الفرنسي كيقول لك فيه الضباع، بينما المحفل الانجليزي فيه الاسود. وخلص فلوس صحيحه باش انه ينتقل لهذا المحفل او لا انه يتسجل في هذا المحفل. وكيف ما كتعرفوا فهو عنده شي درجه عاليه، وذلك لانه استطاع انه يسيطر على بزاف ديال الممتلكات، وكذلك يبني واحد الشبكه ديال العلاقات، لان الماسونيه تعتمد على شبكه العلاقات الشخصيه، ماشي كيخدم شي وشي كيدفع شي وشي كيوصل شي. داكشي علاش كيوصلوا فين ما بغاو، لان عندهم الناس ديالهم في القضاء، عندهم الناس ديالهم في الامن، عندهم الناس ديالهم في الاداره، عندهم الناس ديالهم في الابناك، عندهم الناس ديالهم فين ما دزتي. كاين الناس تابعين للمسؤوليه هما اللي كيسهلوا لبعضياتهم السيطره والعمل على الاستحواذ على مقدرات وممتلكات الشعوب. وهنا المواطن المغربي كيلعب واحد الدور كبير، لان سكتنا بزاف وحتى التربيه ديالنا كانت دائما تربيه عوجه. والدينا ديما ربونا ديك اللعبه ديال سير بجنب الحيط، ماشي شغلك، ادخل سوق راسك، ما تدخلش راسك في المشاكل، بعد على المشاكل. ولكن لا، الانسان خصو يدخل راسو في مشاكل، ان هاد هرب من المشاكل وسير بجنب الحيط، وهذه هي اللي خرجت علينا، هي اللي خلتنا ان نوصلوا للحضيض، وان نوصلوا لواحد المستويات اللي ما كيبغيها حتى واحد، ما كيقبلها حتى الكلب حاشاكم. ولينا نقبلوا بزمره من السفله، هما اللي كيسيروا الدوله، هما اللي كيتحكموا في رقاب الناس، وكيتحكموا في الصحافه، وكيتحكموا في القوت اليومي ديال الناس، وكيتحكموا في كل شيء. كل شيء سيطروا عليه، سيطروا على الصحه، سيطروا على التعليم دابا كله تقريبا ولا خاص، الصحه تقريبا كلها ولات خاصه. كما قال له الاخر، قال له الدوله بايعه داك المستشفى في الرباط واخده دوك الفلوس وكاريه على الشركه اللي باعت لها. هو فهمت 16 على شو على تخطيط كي داير، شاري على واحد وفي التالي كاري عليه، يعني ديك الفلوس اللي غيعطيك راه غترجعهم له. ايوا ما تشريش في الاول وخليك في المستشفى ديالك وما كتخلص لك راه لا والو، انت خدام. ولكن الشعب باقي حل فمو، الشعب ديما وبه. دابا داخلين عليكم بالله هذا الخوف هذا اللي خايفوا الشعب، يعني شنو النتيجه ديالو؟ اصلا الانسان بلا كرامه لا يساوي شيئا. الا ما كنتيش قد حتى تهضر، قد حتى تقول لا هادشي اللي واقع راه ماشي معقول، قد تقول حتى تتواجه، راه لاش عايش؟ لاش الانسان عايش؟ ما الذي يثبت انك على حياه؟ دابا نتوما انا عاد فهمت علاش في المغرب مخلي لكم شهاده الحياه، لان عارفينكم ميتين، واي واحد بغى شي حاجه كيخصو يثبت على انه حي باش يقدر يستافد من شي خدمه معينه. هادشي اللي وصلنا له الاخوان راه لا يبشروا بالخير. وهما غاديين كيخلعوا فيكم، غاديين كيعتقلوا في عباد الله، وانتم كتزيدوا تخلعوا.
والاعتقالات راه ما كتدي فين، راه ما كتدي غير للطغيان، ما كتدي غير العصيان المدني. زعما القول ديال ان حنا هما الدوله، نتوما راكم غير خدامه، غير خماسه عند الشعب. ما تنساوش هذه القضيه هذه. الشريف ديالي، البوليسي، الجدارمي، المدير، الديفيزيونير، القبطان، الجنرال، الكولونيل، راه غير خماس عند الشعب. راه الشعب اللي كيخلصك الشريف، خصك تحترم داك الشعب. البوليسي اللي كيوقفك خصو يحترمك ويعطيك السلام ويقول لك سيدي، حيت انت اللي كتخلصو. يعني علاش ديما كنعطيو البنادم القيمه اكثر من اللي يستحق؟ احترمو اييه، ولكن ما تعطيهش اكثر من قيمته، حيت هو راه تما كيدير خدمته، وتما راه كيخدم عليك انت، خدام باش يحميك. كتخلصو انت باش يدير لك ديك الخدمه، باش يسهل عليك الحياه. ماشي الاداره ما يخليكش سيدي تسنى، فعلا دير الصف واحترم راسك، ولكن بغى يوصل حقك ولا يوصل الدور ديالك خصو يعطيك الخدمه كما يجب. ما عطاكش خدمه كما يجب خرج فيه عينيك، لان انت اللي كتخلصو. راه حتى واحد ما كيعطيكم شي حاجه فابور. نهار غتفهموا هذه المساله هذه بزاف د الحوايج غتبدل في حياتكم. ما حدكم انكم ديما خايفين من غير الخيال ديالكم، راه حتى حاجه ما غتافونسي. غتبقاو ديما محقورين وديما يصدموا عليكم، مما دزتو غيدفلوا عليكم، وإلا هضرتي يلصق لك ويصيفطك وانت علاش؟ حيت انت ساكت. اسيدي ما نسكتش، نقلب امها، ما نسكتش. انا دخلت لشي اداره ما تلقيتش ديك الخدمه اللي خصني نرونها حتى انا نوضها. سيدي شنو المشكل؟ ويديرها الاول، يديرها الثاني، يديرها الثالث، يديرها الرابع، راه غادي يتقادوا معكم. ولكن نتوما كتشوفوا بنادم كيتكرفس قدامكم، المراه كتسرق قدامكم، كتشرمل قدامكم، ولا من يحرك ساكنا. غدا راك انت اللي غتشرمل، وما كاينش اللي غيحرك ساكنا. فهذا المغرب والمغاربه يحتاجون الى واحد النوع من التضامن، اليد في اليد. راه الامور لا تبشر بالخير، وحنا فقط هنا لنذكر، رغم ان هذا التذكير هذا ما كيعجبش بزاف ديال السفاله. كيسحبهم دابا غادي يسكتونا بطريقه او باخرى. نحن لن نسكت، لن نسكت، ما كاينش. سنواجهكم حتى ديك العيشه اللي بغيتو تعيشوا ديال الحرم وتعيشوا مرتاحين. ما غادي نحرموا عليكم ديك العيشه حنا. علاش؟ لان عندنا قوه الكلمه، والكلمه لا تموت. بحال الفكره. ولا بغيتو تردوا داك الشعب زيزون، حاولوا، لان تقد تسكت جيل جوج ثلاثه، ولكن ما غاتش تسكت الاجيال كامله. الناس عاقت والناس فاقت، والانترنت حل العينين لبزاف ديال الناس. وتحياتي للشعب المعتقل وسط الفساد. الفيديو هذا تحيه لهذوك اللي كيقول لك وانت كتعارض من برا وكتنتقد من برا. دخل داخل وبدل. فين غتدخل محمد؟ فين غتدخل؟ فين غتدخل؟ وراه الخصم اللي ملكي وعياشي حتى النخاع وما لقاش معكم السلاك، حيت بنادم نقي، بنادم ما عندوش مع الفساد، ما لقاش معكم السلاك. بغيتو تصيفطو حتى هو للحبس، حيت لقى بلي خدام الدوله ما كاين غير سرق ونهب، ما كاين غير مص في الثروات ديال البلاد. فاش هضر بالوثائق قال لهم ها كلشي عندي بالوراق، بغاو يصيفطوه للحبس. دابا راه خصو يعطي كفاله 50,000 درهم نهار الاربعاء، من هنا للاربعاء. الا ما عطاهاش غيمشي للحبس. علاش؟ لانه امن بالوطن، امن بانه كما حقق الحلم ديالو في الملاكمه غادي يحقق الحلم ديالو على انه يطلع بلادو. ولكن اش من بلاد علاش كنهضروا حتى تولي بلاد. حاليا مزرعه سعيده يديرها الخماس الكبير. تحياتي. الكولونيل حمداش، والله مون كولونيل الى المعلومات كطيح بحال الشتا، واغلب المعلومات اللي كطيح على التهريب كنلقى فيها السميه ديالك للاسف الشديد. زعما ما يهديكمش الله، تفرانيو شويه وتتقوا الله واحد شويه، اولا عرفتي اش غدير؟ ياك قننتو هادشي ديال المخدرات، علاش ما تخليوش الدوله تدخل دوك الفلوس اللي كتاخذوا؟ لان راه داك القيم ديال الفلوس راه خياليه. يعني شحال كتدخلوا في النهار مون كولونيل؟ طالقين اللعب. ديروا الترخيص لعباد الله وطلقوا التصدير ديال المخدرات وخليو الدوله تستافد. ياك حنا دابا كنوجدوا لكاس العالم ومحتاجين الفلوس، بلاص ما نمشيو نديوها من الفقير، من فلوس الفقير اللي حط واحد 2 ريال في البنكه ونفرضوا عليه ضريبه ونقول له حق عندك لو 31 اخر اجل باش تصفي التسويه. طلقوا لهاد الناس هادو هاد الفلوس هادو اللي دخلوهم ميزانيه الدوله، ويكون كلشي بخير. تكون العاقه باش نخلصوا الناس اللي ما عندهمش، الارملات، نخلصوا الناس اللي محتاجه، ونقدوا شويه السبيطارات والمدارس. اودي اش غنقول لكم؟ تحياتي للشعب المعتقل.